يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي، إننا اليوم على لقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحلى أن يكون اللقاء معه، وما أجمل أن تكون الكلمات عنه. ورب الكعبة مهما أوتيت من فصاحة اللسان وبلاغة الأسلوب والتبيان فلم أستطع ولن أستطع أن أوفي الحبيب قدره، كيف لا وهو حبيب الرحمن. قال تعالى في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، واصطفى من الخمسة إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، واصطفى محمدا على جميع خلقه. زكاه ربه عز وجل، ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه، بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتكلم عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يرفع من قدر نفسه ومن قدر السامعين لحديثه عن الحبيب مصطفى. زكاه ربه في كل شيء، زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في بصره فقال عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في صدره فقال عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. زكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. زكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى. زكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى. زكاه في حلمه فقال: جل شأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه في كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء